هنجيب تقريبًا ربع كيلو من الكنافة، هنقطّعها يا إما بالإيد أو بالمقص أو ممكن نحطها في الكبة، المهم إن إحنا هنقطّعها لقطع صغيرة جدًا. أنا حطيتها هنا في الكبة، وبعدين جمّعت الكنافة كلّها قطع صغيرة. بعد ما عملنا بقى الخطوة دي، تاني حاجة هنجيب معلقتين 2 كبار من السكر البودرة، وهنحطهم على كنافة وهنقلبهم مع بعض كويس جدًا، لغاية لمّا نتأكد إن الكنافة اتغطت كلّها بالسكر. بعد كده هنجيب ربع كوباية من السمنة الدايبة، وهنقلبها برضو كويس جدا مع الكنافة ونتأكد ان كلها اتغطت بالسمنة. بعد كده هنجيب طاسة بس تبقى واسعة شوية، هنحطها على نار هادية جدا، وهنحط فيها الكنافة ونستمر في التقليب على البوتاجاز على النار الهادية لغاية لما الكنافة تتحمر. وممكن لو مش عايزين تعملوها على البوتاجاز ممكن نحطها في صينية في الفرن، وكل شوية نطلعها نقلبها وندخلها تاني لغاية لما تتحمص. كده بعد ما خلاص الكنافة بقت جاهزة، هنحطها عندنا بقى في الصينية ونحط عليها ربع كوباية لغاية تلت كوباية من الشربات التقيل البارد بتاع الكنافة، وهنقلبها كويس جدا لغاية لما تتغطى كلها بالشربات، ونتأكد ان هي بقت يعني ملزقة كده شوية في بعضها. هنجيب بقى البولة اللي احنا هنشتغل فيها، وهنبطنها يا اما بكيس تلاجة يا اما بالبلاستيك الغذائي، وهنجيب كوباية هنحطها في النص، وبعدين هنجيب بقى الكنافة اللي احنا جهزناها وهنحطها حوالين الكوباية. ومهم جدا ان احنا نضغط عليها كويس قوي علشان تبقى ثابتة في مكانها، وعشان لما نيجي نقلبها بعد كده ما تتكسرش. خلاص كده بعد ما حطينا الكنافة وضغطنا عليها كويس جدا، هنشيل بقى الكوباية ونسيب الفراغ اللي في النص ده. هنجيب بعد كده كوباية من بودرة الكريم شانتيه المحلى بالسكر، وبعدين هنحط عليها كوباية من الحليب المثلج، يكون محطوط في الفريزر يعني تقريبا ربع ساعة كده، يبقى فيه مجمد شوية أو يعني ساقع قوي. هنضربهم مع بعض كويس جدا لغاية لما نعمل الكريم شانتيه. بعد كده هنجيب فراولة، هننضفها ونقطعها لمكعبات صغيرة، ونحط عليها الكريم شانتيه اللي احنا عملناه، وبعدين هنقلبهم بقى مع بعض كويس. ولازم يكون الكريم شانتيه ده تقيل، يعني ما يبقاش خفيف، عشان بعد كده لما نقلبه مع الفراولة ما يسيحش. خلاص كده بعد ما جهزنا خلاص الحشوة، هناخد بقى كام قطعة كده من الفراولة كنا سايبينهم على جنب وهنحطهم تحت، وبعدين هنملى البولة دي كلها بالحشوة اللي احنا جهزناها. هنحطها ونضغط عليها كويس لغاية لما نحطهم كلهم. بعد كده هنجيب بقى شوية كنافة اللي احنا سيبناهم للآخر، وهنحطهم على الوش ونضغط عليهم برضو كويس كده بالمعلقة لغاية لما كلهم يبقوا في سوا واحد ويبقوا مغطيين البولة كلها. بعد كده هنقفل بقى البلاستيك الغذائي عليها ونضغطها كويس، ونحطها في التلاجة لمدة ساعتين أو نحطها في الفريزر لمدة نص ساعة. المهم إن هي لازم تبقى ساقعة عشان الكنافة تبقى متماسكة مع بعضها. بعد ما حطيتها بقى في الفريزر، أنا حطيتها بصراحة في الفريزر لمدة نص ساعة. بعد كده طلعتها من الفريزر، هنفك بقى البلاستيك الغذائي وهنجيب الطبق اللي احنا هنقدم فيه، هنحطوه عليها وهنقلبها. وبعد ما هنقلبها هنشيل من عليها البلاستيك الغذائي، وهتبقى بالشكل اللي انتوا عارفينه اللي هو دلوقتي مشهور جدا في كل محلات الحلويات المكشوفة. عملناها النهاردة ترند جديد في رمضان السنة دي في محلات الحلويات، وقلت ان انا النهاردة هجربها معاكم وهنشوف طعمها كده هيطلع ايه. وهي بصراحة طلع طعمها جميل. الكنافة متحمصة مدية طعم حلو قوي مع الكريم شانتيه والفراولة، طعمها جميل. فإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. أقول لكم بقى مع السلامة، أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.